مصر للإنتاج والتوزيع تقدم
سابقا في الأب الروحي. الملف ده هتاخديه توديه لاخوكي حسن في الدار، تسلميه له بنفسك. هو انت ما تعرفش الملف اللي كان معايا ساعه ما خطفوني راح فين؟ ده يحيى بيه سأل عليه أول حاجة. طب تفتكر هو وداه فين؟ تقريبا خدوا معاه شقته الجديدة. اللي جاي بقى تسمعيه وانت مغمضة ايا كان هو ايه. انا هديك الحاجة اللي انت كان نفسك فيها من زمان واللي ابوك ما كانش ممكن هيوافق عليها. انا هديك رهام. عبد الله طرد امي واخواتي من البيت وضرب على حازم نار وخطفني منهم يا علي. عارف يا سلمى، عارف وسكت. بتكلمني مين يا مخدل انت؟ لا فين الموبايل يا بنت؟ هاتي موبايل الحنين عايشه. الخير مش هاجي الا لما الحقوق ترجع، وانا نويت اديك حقك يا علي. سلمى تدهني كيف؟ البقاء لله في اكرم. أخويا اللي اتقتل جنبي وكنت ممكن أروح مكانه. انيس نورت يا محسن باشا. سلام يا هاشم. سلام. يا خساره يا شيخ صبري، بقيت عامل زي خير الحكومه المريض مستني رصاصه الرحمه. هسيبك كام ساعه، يا اما ارجع عليك بره البيت يا هطردك بره البيت قدام الناس عاجز ومالكش حيله. خير يا حسن فيه؟ ابوكي مسك حرامي كان بيسرق الدكان. حسن سرق منك حي يا عم حمزه. انا عايز اروح بلدي، هي دي اللي فضلالي. انا وابنك معاك، الدنيا ربطتنا ببعضنا وما ينفعش تسيبنا لوحدنا. ممكن اعرف اخباره ايه؟ على فكرة أنت ربنا بعتك ليه في الوقت المناسب. لو كنت اتأخرت شوية كان زمان دمه كله الصفا ومات. مين اللي بعتك ورايا؟ انطقي. انت مين اللي بعتك ورايا؟ انطقي. مين اللي بعتك ورايا؟ يا تقولي يا تموتي. تحبي ايه؟ مين وزك عليا؟ مروان صح؟ قال لك فارس تجيبه حرم. اشيل يدي تنطقي، ها؟ والله انا ما اعرفش انت بتتكلم على ايه. الجملة دي اتقالت في افلام عربي كتير ما كنتش بصدقها. اوعاك تكوني فاكر انك مصدق انك لقيتيني في الشارع وجبتيني هنا بالصدفة. انطقي. رد مين بعتك ورايا؟ قولي. زي ما قلت لك بالظبط. انت خشمك حرم. انا لقيتك مرمي في الشارع جبتك على هنا. حرام عليك انت بتعمل فيا كده ليه؟ هقتلك وادفنك هنا. قولي. بقول لك ايه يا بنت الناس؟ لا مش عارفه طبع جوزك اعرفهولك. انا ما كرهش في حياتي قد اللي يكون فاهم انه بيفهم احسن مني. وطي حسك هتصحي البيت. انا ما حدش يقول لي تعمل ايه. في يا عبد الله انت عايز تتخانق؟ بقول لك ايه؟ اسمع كويس. انا ما كرهش في حياتي قد اللي يكون فاهم انه بيفهم احسن مني. انت اديتي الموبايل لسلمى تتكلم فيه. دي بنت خالي يا عبد الله وكنت قاعده معاها شويه، انما موضوع الموبايل ده ما حصلش. حصل. وهقول لك تالت، انا ما كرهش في حياتي غير اللي يكون فاهم انه بيفهم احسن مني. البنت دي مالكيش صالح بيها. انا المره دي بتكلم بلساني، المره الجايه هتكلم بيدي. مفهوم؟ ردي. مفهوم؟ مفهوم. سيبوه. إيه اللي دخلك الدكان في نصاص الليالي يا حسن؟ اخرتها جاي تسرقني؟ اسرقك؟ ليه يا عم حمزه؟ هو انت مش عارفني؟ ما عارفش انك بقيت حرامي. الله يسامحك يا راجل طيب، بس انا ما سرقتكش. انا بس كنت عايز اي مكان انام فيه، وما لقيتش مكان غير هنا والله. خلاص يا جماعه اتفضلوا انتوا. ما ينفعش نسيبك لحالك يا عم حمزه. لا ما تخافش، انا عارفه. اتفضل. بس انت رايح فين يا ولدي؟ فين عم صبري؟ عمك صبري؟ انت مين يا ولدي؟ انا زكريا العطار. هو ده كل اللي حصل، بس انا بقى اللي حظي نحس. كل ما احاول اعمل حاجه عادله تتقلب مصيبه. خلاص يا ست،
حقك عليا. وبعدين انت تعرف عني ايه؟ انت ما تعرفيش حاجه، ما تعرفيش ايه اللي حصل لي. ما بقيتش اصدق حد، بقيت شاكك في كل حاجه حواليا، حتى نفسي. على فكرة المشكلة مش فيك خالص، أنا بس اللي فقرية. مش افجر مني، انا صباعي اتقطع. عادي يا عم، ما أنا عشت اتقطع قبل كده مليون مرة. احنا نخش لبعض بنفسه. بقول لك صباعك اتقطع تقولي لي عيشك اتقطع. ايه خر دم لما اتقطع؟ على فكرة أنت غريب قوي. هو أنت إيه حكايتك بالظبط؟ حكايتي لما اعرفها هقولها لك. برضه ما قلتليش انت بتعمل ايه هنا؟ وعمي صبري فين؟ عمك صبري خد اعفاء وراح عند عمك عبد القادر، وانا بعمل هنا جاي اخد حقي. وزي ما انت شايف لا العطارين بقوا عطارين ولا العمد بقوا عمد. عارف ليه؟ لانهم من اول مش عمد. تفتكر لما تيجي برجالتك تحتل البيت بقيت العمده؟ بيتي يا زكريا، انا العموديه رجعالي لحد بيتي، بيت المحمدي. انا هنا بس لاثبات الحق لحد ما يجي لي رسمي. عارف يا زكريا، انا ممكن اخلي الرجاله دي تقبض عليك دلوقتي، لكن انا مش هعمل كده، لان أنا كل اللي عايز حقي، وانا خلاص خدت حقي. روح يا زكريا، روح شوف هتهرب ازاي ولا هتعمل ايه مع الناس اللي خدوا مكانك، يمكن تحس بيا. روح يا زكريا، روح. الحمد لله على السلامة حبيبتي، انت كويسة؟ الحمد لله يا مامي، ما تقلقيش. بنتك راجل. ما قلقش. هو انا بقيت بعمل حاجة في حياتي غير اني بقلق عليك انت واخواتك؟ ليه يا مامي؟ اخواتي مالهم؟ مالهمش، كويسين. طب هو عبد الله بيعمل ايه عندنا في البيت؟ انا مش فاهمة حاجة. ما هو اللي كان شايل الهم عننا مات وسابنا نشيله لوحدنا. جان ما تشيليش البنت الهم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا خالو. المهم انت كنت فين طول الفترة دي؟ هحكي لكم كل حاجة يا مامي، بس مش دلوقتي. انا بس دلوقتي عايزة اطمن على حازم. ادخلي له. تعال انا اوريك حازم. زي القرد هو. تعالي اتفضلي. زي ما قلت لك قبل كده يا عم حمزه، انا ما اعرفش مكان غير هنا، والدار اللي ابويا عاملها دلوقتي خلاص ما بقاش ليا مكان فيها. وانت لو كسرت بخاطري ومشيتني من هنا انا مش عارف هعمل ايه. بالله عليك ما تسيبني يا عم حمزه. انا ممكن اشتغل عندك اي حاجه، امسح لك المحل، انضف لك المكان، اشيل لك حاجه من حته لحته، اي حاجه والله العظيم. ومش عايز فلوس، انا كل اللي عايزه بس حته بات فيها. ماشي يا حسن، بس اللي أوله شرط آخره نور. بيتي وأهلي متحرمين عليك، وأهم شيء عندي الأمانة. خلاص يا عمي، الكل بقى مستصغر عيلة العطار. لا يا ولدي، عيلة العطار طول عمرها كبيرة. احنا اللي صغرنا نفسينا يوم ما خبطنا في بعض. مين اللي خبط في مين؟ اختي وابني خبطوا في داركم يا زكريا، وخلوا عيلة العطار مشاع لأي حد. أنا بريء من ابن اليوم القيامة، ونفسي حد يجيبولي لحد هنا وأحطه تحت رجلي. أحطه تحت رجلي وربيه من تاني. وأنا اللي جاي وفاهم إنك هتساعدني. ما تاخدش على خاطرك مني يا ولدي، مش بيدي بس بيد أنا. مين في البلد دي مع رجالة وسلاح؟ مفيش غير عيلة عبد الهادي، ودول كل رجالتهم اشتغلوا في الزراعة. أما عيلة المحمدي بقى فما ينفعش نحط إيدينا في إيديهم بعد اللي عملوه قبل كده. دلوقتي كل حاجة تنفع. أنا هتصرف.
الحمد لله على سلامتك يا زوم. الله يسلمك، ما بقتش نافع خلاص، ركبي الاتنين باظوا. ولا يهمك، هتبقى زي الفل. وبعدين احنا هنكسر لك رجلين اللي عمل كده. تبق والله العظيم. والله العظيم وحشتني رخامتك. ياسمين، مين البلطجي اللي معاكي بره ده؟ لا يا مامي، ده مش بلطجي، ده 8. 8 ده جدع جدا، ده هو اللي انقذنا، ده اللي هربني يا ماما. واو. الحمد لله على السلامة يا نادية، مش كده؟ الله يسلمك. نورت. أول مرة تجي البلد؟ أيوة أول مرة. وانت جاية مع زكريا ليه؟ ما ترديش، براحتك، أنا هسيبك واطلع. معلش مش قصدي، انت عارفة أنا بقالي كام ساعة في الطريق، حقك عليا، ما تزعليش مني. وازعل منك ليه؟ ما عاوزاش تردي؟ ما ترديش. متشكرة قوي. على ايه؟ عموما انت ضيفة، اتفضل ارتاحي من السفر. يعني عايزة تسيبينا تاني؟ ده أنا ما صدقت إنكم اتجمعتوا. يا ماما، أنا بابي وصاني وصية لازم أنفذها. أنت مش بتقولي الملف ضاع منك؟ أيوة، بس أنا مش ههدى غير لما أرجعه. وأنت مالك ترجعيه ليه؟ ما تسيبي عمك يرجعه. ما ينفعش يا ماما، ما ينفعش أي حد في الدنيا كلها يشوفه غيري. بقول لحضرتك دي وصية بابي، طب أنت يرضيكي إني ما نفذش وصيته؟ طب ما هو برضه كان موصيني إني أفضل مجمعاكوا حواليا، يرضيكي إني ما نفذش الوصية؟ مامي أنا هرجع، بس الوصية دي دين في رقبتي. زكريا برضه قال إنه هيرجع وما رجعش. خليكي أنت بقى قاعدة معايا. والله العظيم يا مامي أنا هرجع ومش هبعد عنك أبدا، اطمني. مش عايزة أفضل طول عمري بدور عليكوا. اللي أنا بعمله دلوقتي ده يا مامي عشان ما تفضليش طول عمرك تدوري علينا. عاش من شافك يا يوسف بيه. طب يا اخي لو مش عايزني عشان شغل اسال على سيف بيه. معلش يا باشا، انا صاحبي مات. ليك حق عندي، غلبتني. لكل اجل كتاب، البقاء لله يا باشا. ونبقى يا باشا بلاش كلام انت عايزيه ده، انت عايزاه الحياه لما نجيب حق الظابط اللي مات وهو في شغله. عظيم، لازم تجيب حقه، بس هتجيب حقه من مين؟ من اللي نفذ ولا من اللي خطط؟ من الاتنين، ومن اللي اتشدد لهم كمان. هايل يا باشا. انا عايزك بس تبقى فاهم بتتلعب ازاي. لازم تفهم مين ورا كل حاجه، تحط كل الاحتمالات. فكر ازاي عيلة العطار في عمليتين عرفت ان الداخليه جايه فغيرت المكان. وفكرت في الابعد من كده كمان، وسايب كل الاحتمالات مفتوحه. وحق اكرم هاخده من اي حد له علاقه بالموضوع ده وبايدي. وانا هساعدك يا يوسف. الو. فارس؟ ايوه يا عم سليم. انت فين يا فارس؟ انا في المستشفى. مستشفى ايه؟ طيب انا جاي لك حالا. اتكسرت يا عمي. معلش يا فارس، كلنا اتكسرنا يا ابني، بس عموما انا بشوف رجالتنا وبجمعها علشان اي حد فكر يهاوب ناحيه بيت العطار لازم هيندم. اسمع يا فارس، خليك مكانك ما تتحركش وانا جاي لك حالا. مستنيك يا عم. سلام. الو. مين معايا؟ انت اللي مين؟ انا سليم العطار. اهلا يا سليم بيه، معاك سميح. اسمع يا سميح، انا عايز مجموعه من رجاله الدار يكونوا موجودين النهارده قدام القصر النهارده، ويكون كلهم معاهم سلاحهم. هو حد قال لك يا سليم بيه
اللي مشغل عصابه؟ نعم. انت بتقول ايه؟ بقول اني ما عنديش استعداد اخسر اي راجل من رجاله الدار عشان حربه ملناش فيها يا سليم بيه. انت اتجننت ولا ايه يا واد؟ الجنان اللي كنا بنعمله مع عيله العطار يا سليم بيه، كفايانا اللي حصل لنا من زمان من ورا عيله العطار. ماشي يا سميح، بس الكلام كده مخلص. وانا حاسس يا سليم بيه ان الكلام خلاص خلص وما بقاش فيه حاجه بيننا وبين عيله العطار. ده اذا كان في حاجه اسمها عيله العطار من اصلها. الو عاوز حاجة يا ابوي؟ رايحة فين يا رحمة؟ كنت رايحة اصبح على العروسة اللي في اخر شارعنا. كنت عاوزة اتكلم معاها كلمتين. بتعلي صوتك ليه وطي حسك؟ روحي بس ما تعوجيش. عم حمزه، كنت عايز افوت على عم غزال عشان اجيب من عنده بقيه الحاجه. روح يلا وما تعوجش. حاضر. معلش اتأخرت عليك. لا خالص. صدقت اخلص شغل واجي. ممكن اخد نفسي الاول؟ طبعا انت بقالك كتير ما بتجيش المكان ده. فعلا بقالي كتير، بس فكرة حلوة قوي ان احنا نتقابل هنا. بس مش ملاحظة ان دي اول مرة كل واحد فينا يجي هنا لوحده؟ عندك حق. قولي اتبسطت وانت مسافر؟ في الاول الموضوع كان صعب، بس بعد كده استقريت، اتعودت، عرفت ناس. اسمها آية. اسمها آية يا ريهام. بسم الله ما شاء الله، متابعة كل حاجة انت. لا ولا متابعة ولا حاجة، انت بس اللي سيرتك بتيجي كتير. صالح العطار بقى وكده. انا ملاحظ ان انت بقيتي مركزة في الشغل قوي، باين عليكي. ما انا عملت عكسك بالظبط. انت هربت من شغل ابوك الله يرحمه، وانا غرقت في شغل ابويا. اتغيرتي قوي يا ريهام. عادي يعني، كلنا اتغيرنا. مين اصلا كان يصدق ان احنا بنتقابل دلوقتي واحنا مش عايزين؟ ومين قال ان انا مش عايز؟ ومن امتى اصلا احنا بنتقابل غصب عننا؟ عينيك يا صالح، ما بقتش شايفاني زي زمان. عشان في حاجات كتير ماتت، واللي بيموت ما بيرجعش. مش عارفه اصلا هنقدر نرجع نتعامل زي الاول. لا، هو احنا مش لازم نرجع زي الاول. عارفه ليه؟ عشان الاول احنا كنا بنحلم ان احنا نتجوز عشان نبقى مع بعض، لكن احنا دلوقتي هنتجوز عشان ابوكي عايز يورث في العطار بس. وده فرق كبير بين زمان ودلوقتي. فارجوكي بقى يا بنت الحلال، مش عايزين نضحك على بعض من الاول. بقيت عملي وصريح وما بتخافش. المهم بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ ولا حاجه، هنتجوز. احنا ولا اول ولا اخر اتنين هيتجوزوا هما مش بيحبوا بعض. لا يا ريهام، في فرق كبير قوي. انا صحيح ما بقتش بحبك وقتلت حبك جوايا، بس انا عمري ما هنسى اللي انت عملتيه فيا زمان. انت كسرتيني، واعتقد بقى لا جواز ولا اي حاجه ممكن يصلح ده. طب يا ريت نبطل نتكلم في اللي فات ونتكلم في اللي جاي احسن. كنت عارفة انك هتعجب. تزعلان مني ولا ايه؟ اكيد لا طبعا. قلت لك لو اتمسكت ماليش دعوة. ابوكي محرم عليا بيته واهله. وجيت ليه؟ يعني مش عارفه جيت ليه؟ عارفة، بس مش فاهمة كيف بكلمك، مع ان لو ابويا شافنا هتبقى مشكلة. وانا بصراحه فاضل لي مشاكل كتير قوي الفتره دي. طب انا اعرف مكان ممكن نروح له محدش هيشوفنا فيه. ماشي. من يوم ربنا ما شاء ان اكون مسؤول عن الدار دي مكان الشيخ سلامه، وانا شايل هم كل واحد فيكم. الشيخ سلامه كان اخويا الكبير وابوي زيكم،
بس انا بختلف معاه في حاجات كتير. ما هو ربنا خلق للناس عقول وكل واحد بعقله. ما اقدرش اقول ان الشيخ سلامه كان بيعمل حاجات غلط، لا، وبرضه ما كانش بيعمل حاجات صح. الشيخ سلامه كان واخد عهد مع عيلة العطار، والعهد ده رأيي فيه ان فيه ظلم واعر قوي. عيلة العطار خدت مننا كتير قوي، ادتنا فلوس، وايه يعني؟ ما فيه 100 طريقة وطريقة نجيب بيها الفلوس. ده حتى ولدهم حسن طلع خاين، عايز يقتل اخواته. عشان كده من النهارده محدش له عندنا حاجة من عيلة العطارين. ومن دلوقتي اللي اقوله لازم يمشي. نشتغلوا مع مين وما نشتغلوش مع مين، واللي مش عاجبه الباب يفوت جمل. من دلوقتي انا قاعد عمار اخوكم الكبير، ما قاعد شيء، هو مكاني. اي حد فيكم محتاج اي حاجه يقولها له وهو هيوصلها لي. ده امر، والامر واجب النفاذ. مفهوم؟ انت عارف ايه حكايه البكان ده؟ ايه؟ ستي كانت دايما تقول لي ان الجزيره دي عليها عفريته بتطلع للي يقرب منيها، وان العفريته دي ليها حكايه. حكايه العفريته بقى؟ الحكايه بدات اتنين بيحبوا بعض، كانوا كل يوم يتقابلوا هناك، كانوش عايزين من الدنيا غير بعضيهم، بس الدنيا عمرها ما مدت لحد اللي هو عاوزه. كل الظروف وقفت قصاد قصه الحب دي لحد ما خلتهم اتفرجوا ما كملوش. بيحكوا ان البت رجعت تاني، رجعت تستنى حبيبها، ولما هو مرجعش اختفت. ناس قالت ماتت وناس قالت سافرت. بيحكوا ان حبيبها ندم ورجع يتكلم بالساعات مع حد مش شايفينه. قالوا عليه انه مجنون وبيكلم عفريتة حبيبته. في ناس بتقول انهم شافوها تاني. بس هي دي الحكايه. تفتكر مين الغلطان في الحدوته دي؟ هو اللي تأخر عليها يوم ولا هي اللي استنته؟ على فكره لو هو ولا هي، الدنيا هي اللي غلطانه. الدنيا اللي ما بتعملش اي حاجه غير ان هي بتفرقنا عن بعض وتفرقنا عن حبايبنا. من يوم ما سمعت الحدوته دي وانا بحب اجي البكان ده، بتخيلهم واتخيل هما كانوا بيقولوا ايه بس، وبقيت البكان السر اللي بحب اجدر فيه. طيب ما طلعلكيش هنا عفريته؟ لا، ما هي ستي كمان جرت لي حاجه تانية. قالت لك ايه؟ قالت لي ان العشاق اللي بيموتوا بيروحوا جنه للعشاق يتجمعوا فيها. في الجنه دي بيراقبوا الحبيبه اللي زيهم على الارض، يفضلوا يبعتوا لهم في اشارات كتير عشان يكملوا مع بعض، وهم يا يشوفوا الاشارات دي ويكملوا يا ما يشوفوهاش ويهملوا بعض. معلش كلامي كتير عن ستي، بس بحبها قوي. الله يرحمها. لا فلا الله ولا فلك، ربنا يديها الصحة. أنا آسف، مش قصدي يعني، بس حلوة البحيرة قوي قوي، يعني تحس إن هي كده شبه البحر. حلوة قوي، أنا نفسي أعيش فيها ولما أموت عليها. فايدة الشر عليكي، إن شاء الله تعيشي فيها على طول. هو أنت حبيتي قبل كده؟ يلا يا حسن لابويا استعوجك. فلسه أول مرة. طيب تيجي نتمشى هناك شوية ولا نعمل أي حاجة؟ علي، شفت اللي حصل لي يا علي؟ كنت عارفة ان انت مش هتسيبني لوحدي.
انا خلاص حالي دلوقتي ماليش غيرك. عبد الله اتجنن، ضرب نار على حازم وحبسني وخد مني الموبايل، وانا اتصرفت بالعافيه. وبعد كده كان عليا. وانت ما بتردش عليا ليه؟ عليا وانت معايا؟ اسمعك. انا لما وقعت في المشكله الاولانيه انت اول واحد جريت عليك، ودلوقتي برضه بجري عليك. والنبي علي نتخلى عني. انا ما اقدرش اتخلى عنك يا سلمى. يا علي، ولو حتى عشان خاطر عبد الله اخوك، وانا كمان اختك. اهلا يا عروسه. انا برضو قلت هلقاك هنا. انا جاي ابشرك بخبر زين. عندنا فرح النهارده، فرحك انت وعلي. ايه تكونيش فاكره هندخل عليك بدستين جاتوه نطلب يدك وناخد رايك ولا ايه؟ انا بقول لك عشان تجهزي. مش هيحصل. اسمع يا بنت زين، اللي بقوله دلوقتي ده مش طلب ولا امر، ده قانون يمشي على الكبير قبل الصغير. والله لا موت نفسي. خفت انا كده. بقول لك ايه، ميوعة البنات دي ما تخلش عليا. انا بقول لك عشان تجهزي، ولو انك زينه كده وقصري في الكلام يكسر. مبروك مقدما يا عريس. انت ساكت ليه؟ انت الرزق اللي هو بيقوله ده حتى انت كمان بعتني يا علي. اسمعيني بس يا سلمى. ابعد عني بقى، ابعدوا. هي دي العمارة، بس عربيتي يا حبيبي مش موجودة، وما دام عربيتي يا حبيبي مش موجودة يبقى أكيد هو كمان مش موجود. تمام. انت شايف انت قلت كام مرة كلمة بيه؟ عايزاك تبطل الكلمة دي، مش عايزاك تحس بالدنيا كده وتقعد تضخم في الشخصيات. ماشي، المهم إن هي دي الشقة والعمارة أكيد هنا، وأعتقد إن هو لما جه نقل الشقة الجديدة نقل كل حاجاته المهمة هنا، وبيتهيألي ممكن نلاقي الورق اللي أنت عايزاه. طب وهندخل ازاي؟ معاك مفتاح؟ ولا مواسير بقى والحاجات دي؟ لا تصدقي نسي يعمل لي مفتاح، ومواسير إيه جو سلاحف النينجا ده؟ معايا الكارت الذكي. بصي، من واقع خبرتي في عالم الإجرام يعني الشوية الصغيرين اللي اشتغلت اتعلمت فيهم حاجات كتير، منهم إن أنا أقدر أفتح باب شقة بكارت، وهتشوفي ده بعينيكي دلوقتي. تفتح باب شقة بكارت؟ أنا عايز أقول لك الكارت دلوقتي أهم من أي حاجة، أهم من مفتاح الشقة ذات نفسه. طب ماشي يلا بقى. أنا بقول كده عشان إحنا كده هنتقفش، بس بقول لك إيه بالراحة، أنت طلعتي عمليات زي دي قبل كده ولا هتتعبيني معاكي؟ خلص يا تمانية، أنا خايفة أصلا. انت ماسك فيا ليه يا ابني؟ متهيألي هي دي الشقة. متأكدة؟ متهيألي، مش عارفة. الحمد لله مش مقفول بالمفتاح، مش مقفول بالمفتاح. اخلص. ايوه اخلص يا تمانية. هاي الكارت الذكي، كارت الذكي. شايف ولا مش شايف؟ بحاول. اتفضلي. يلا. تمانية، أنا خايفة أوي. خايفة دي؟ مش دي شقة أخوكي؟ اه. طيب فين أخوك ومرات أخوكي تعمل لنا حاجة نشربها؟ تعبيط يا تمانية. يعني بعد كل اللف اللي لفيناه مع بعض ده لسه دلوقتي بتقولي لي أنت عبيط يا تمانية؟ بقول لك إيه، المهم دلوقتي الملف اللي إحنا جايين عشانه، إن شاء الله نقلب البيت كله بس نلاقي الملف ده. اعتبريه معانا. لا استنى، سيب الباب مفتوح. أنت خايفة مني؟ يعني بعد كل اللف اللي لفيناه ده وبتقولي خايفة منك؟ اقفل الباب يا تمانية. ربنا يستر. فين ولي العروسه؟ العروسه ابوها متوفي، وليها هيكون اخوها الكبير ان شاء الله. ان شاء الله يجي بالسلامه. احنا كده مش ناقصنا اي حاجه الا وصول وكيل العروسه عشان يتم بقى اجراءات عقد القران. الدنيا ما طرتش يا مولانا، تلقى على وصول دلوقتي. يجي بالسلامه باذن الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. لا مؤاخذه يا جماعه التاخير، معلش. البطاقه لو سمحت. اتفضل.